مساء الفل. في مطعم كده اسمه اسكا. المطعم ده عنده رول معينة انه مفيش محجبات تدخل المطعم ده. بصرف النظر انا مش فاهمة ليه، اوكي. وانه في حدث حصل كده ان في بنت كانت حاجزه وكانت تقريبا عيد ميلادها، وكانت عازمه كل اصحابها، والبنات صحابها المحجبات اتطردوا من المكان كله علشان، وطبعا هاج وماج التيك توك بالموضوع دوت. والمشكله بقى ان الناس اللي عملت فيديوهات علشان تدافع عن المحجبات داخلين يقولوا ايه الطبقيه دي؟ انتوا طبقيين قوي. لا يا جماعه، صاحب المطعم ده لازم يفهم ان دي طبقيه. طبقيه ايه يا جماعه؟ هو انتم مصدقين ان المحجبات طبقه لو عن طبقه البنات اللي مش هي ايه علاقه الحجاب اصلا بالطبقات؟ انا مش قادره اقتنع ان انتوا في بلد رئيس الجمهوريه مراته محجبه. ففي طبقة أعلى من كده إيه يا جماعة؟ في طبقة أعلى من كده إيه مثلا يعني؟ بنت رئيس الجمهورية محجبة، يعني مش طبقية خالص، ملهاش علاقة بالطبقات، هي ليها علاقة بالدماغ الغريبة. أنا شايفة أن الراجل صاحب المطعم ده المشكلة عنده مش في الطبقية، والمشكله عنده مش في الحجاب. انا مش بتكلم بقى حجاب حلال حرام فرض ما فرضاش، انا ماليش دعوه بالحوار ده كله. دي اختيار بنت وده اختيار بنت، ده لا يقلل من شأنها وده لا يقلل من شأنها في المجتمع. انما انا اللي يهمني صاحب المطعم، انت ايه مشكلتك مع الحجاب؟ هل انت مثلا زمان في بنت محجبه طلعت عينك فعشان كده عندك عقده من الحجاب؟ عندك عقده من البنات المحجبه؟ يبقى لو سمحت ما تسميش مطعمك اسكا، سمي مطعمك مطعم أتلافه الهوى.